بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل الفراخ الشمرتي. اللي مش عارفه الفراخ الشمرتي ديت بتبقى عامله زي الفراخ الايه، زي الفراخ البلدي كده بالظبط، بس بيبقى طعمها رهيب خالص. كملوا معايا عشان تعرفوا تكات وحركات ازاي اللي انا احشي الفراخ الشمرتي وما تتفتحش معايا ويكون طعمها جميل. اول حاجه هنا بصوا، انا غسلتها غسله كويسه. انا غسلت الفراخ اهي، الفرخه عندي انا غسلتها غسله كويسه. بفتح بين، بصوا، بفتحها من جوه كده زي الحمام بالظبط. يعني مثلا بوسع فيها من جوه كده زي الايه، زي الحمام، لانها بتتحشي زي الحمام بالظبط من جوه ومن ايه ومن بره. تمام كده. عشان خاطر اللي انا احشيها الحشو هياخد معايا ايه، معايا هنا كوبايه من كوبايه من الرز. معايا كوبايه من الرز، حطيت عليها البهارات، حطيت عليها كمون، حطيت عليها فلفل اسود، وحطيت عليها نطره ايه، نطره ملح. وعملت هنا بصله، عملت بصله، خرطت بصله ومرتها مرته كويسه كده يعني في بعض كده، بشويه كمون وشويه فلفل ايه وشويه فلفل اسود. هعمل ايه عشان خاطر ان انا احشي الفراخ؟ اول حاجه هاخد حبه من البصل دي، بصوا كده، واحطها على الرز كده. بصوا، في ناس بتحط عليها كبد وقوانص، بس انا مش عايزه احط عليها كبد وقوانص خالص. انا بعملها كده. وبعدين البصله لما بتبقى نيه كده بتخلي طعم الحشو جميل خالص، والله العظيم جربوها اقسم بالله. بصوا، ما هتسيبوا يعني الطريقه دي في حشو اي زفر عامه. تمام. انا حطيت الرز، وحطيت عليه فلفل اسود وكمون وشويه ملح، وحطيت عليه البصله اللي انا مرتاحه، وهقلبهم في بعض تقريبا كويسه كده. تمام كده. على فكره البصل الني بيخلي طعم الحشو في ناحيه تانية خالص. سيبوكوا بقى من اللهم صل على النبي، الكبد والقوانص والحاجات دي طريقه امهاتنا دي. جربوها بس وهتدعوا لي والله العظيم، هتقولوا والله يا بسمه ما اكلنا في طعامه ولا حلاوه الفراخ دي. بعد كده انا عندي معلقه، هحط فص توم كده، فص توم انا طحناه، هحط عليها فص توم وهقلبه تقريبا ايه كويس. تمام كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. بصوا، هو ده شكل الحشو معايا بس، ولا هحط اكتر ولا يعني ما احطش اكتر من كده. هاجي بقى امسك الفرخه ماشي، وزي ما انا بحشي كده، وهحشي من هنا، هفتح ده كده وهحشي من جوه. يعني انا هحشي الفرخه ديت من جوه الاول، بس عشان خاطر يعني بص، السر بقى ان الفرخه ما تتفتحش منك وانت بتحشيها. ما تملهاش رز قوي، يعني ايه، خلي يعني الدنيا فاضيه معاكي شويه، ما تحشيهاش رز عشان من ناحيه الرز يستوي معاكي، ومن ناحيه تانية الفرخه ما تتفتحش منك. هحشيها وحاجه اوريها لك. بصوا يا بنات، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا حشيتها بس انا سايبه فراغ، مش اللي انا حاشياها يعني اللي هي ايه تكيها رز قوي، لا انا حاشياها مخليها برده بصوا ما شاء الله. بس هي الفرخه اللهم صل على النبي حجمها كبير شويه، عشان ديت انا مربيها عندي يعني في البيت، مش شاريها يعني. بس في منها بيتباع حجم صغير عن كده عادي. تروح تقول انا عايزه فراخ ايه شمرت، او فراخ بلدي صغيره بيبقى عمرها 6 شهور كده. انا حشيتها اهو، وحشيتها من جوه. همسك بقى رجلها دي، شايفين الفتحه دي، شايفين الفتحه دي، همسك الرجل دي وادخلها في الفتحه اللي هنا كده، وامسك الرجل التانية وهدخلها برضو. انا مسكت الرجل دي، مسكت الرجل اهي ودخلتها في الفتحه اللي بتبقى تحت كده. بص، انا مسكت الرجل دي ودخلتها في الفتحه دي بعد ايه ما انا غسلاها غسله كويسه خالص. همسك الرجل التانية وهدخلها من هنا، يعني خليها تطلع من هنا يعني كده، هخليها تدخل من هنا كده وتطلع من الناحيه التانية. مش هدخلها في نفس الفتحه عشان الفتحه دي ما تتقطعش، لا انا هعديها من هنا، هخليها تعدي معايا من ايه، هخليها تعدي معايا من هنا كده. طيب بصوا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا مسكت الرجل اهي ودخلتها من تحت الرجل الثانيه، مش هطلعها من نفس الفتحه عشان الفتحه ما تتقطعش معايا، لا بدخلها من تحت الرجل ايه، من تحت الرجل الثانيه كده اهو. اللهم صل على النبي. بصوا شكلها بقى عامل ازاي ما شاء الله. تمام كده. هاخدها بقى واحطها فين، واحطها في الحله بتاعتها. بالنسبه للشوربه بتاعتها هعمل فيها ايه؟ انا جبت حله وحطيت فيها ميه زي ما انتم شايفين كده، قطعت فيها طماطم، وقطعت فيها بصل، وقطعت فيها فلفل، حطيت فيها شويه كمون، وحطيت فيها شويه فلفل اسود. بصوا، وفصين توم اهو، وفصين توم زي ما انا مقشرهم كده حطهم، وهرميها ايه، وهرميها فيها. تمام كده. هجيب بقى الفرخه واحطها فيها. هجيب، بصوا بسم الله ما شاء الله، هجيب الفرخه بقى، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هجيب الفرخه اهو، اللهم صل على النبي، واحطها فيها. هسيبها بقى لما تغلي. طيب يا بسمه، انت كنت سايبه بصل، البصل ده هتعملي ليه؟ لما الميه بتاعتها تغلي هاخد البصل اللي انا مرتده واحطها عليه. بصوا اقسم بالله بتخلي ريحه الفراخ عامه او البط لو انتوا بتعملوها بتخلي ريحتها جميله كده، بتبقى عامله زي اللحمه الضاني بالظبط. طيب انا امتى احط البصل اللي انا مرته؟ انا جبت بصله ومرتها وحطيت نصها على الحشو بتاع الفراخ، والنص التاني انا شلته عشان احطه فوقها. بس لما الميه دي تغلي همسك بقى واغطي عليها. لما الميه بتاعه الفراخ تغلي هجيب البصل واحطه فوقها. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده الفراخ غليت معايا اهي، الفراخ كده بتغلي. تمام كده. همسك بقى البصل اللي انا كنت مرتاحه دي وانزلها على الفراخ كده. تمام كده. هنزلها على الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللهم صل على النبي. هسيبها بقى في المرته بتاعتها ديت تاخد لغايه لما تستوي. وعلى فكره يعني محدش هيقول لكم على الحته دي برده، الفراخ بالذات وخاصه الفراخ الشمرتي ما بتاخدش نار. بس دي الفرخه بتاعتي دي كبيره شويه، الفراخ الشمرتي الصغيره ما بتاخدش نار، فيا دوب هتفور بس، وريحه المرته بتاعت البصل تطلع، يعني تشمي ريحه البصل طالعه كده، ريحتها جميله كده.
واقلبي عليها عكس، يعني وطي عليها عين البوتاجاز عشان الفرخه ما تتفتحش ايه معاكي، وبرده تاخد سواها كويس معاكي، يعني تستوي براحتها خالص على نار هاديه ايه، على نار هاديه خالص. وكده بصوا خلصنا الفراخ. يعني شفتوا اسرع ولا اسهل من كده طريقه؟ ما تكلكعوش على نفسكم، الطبيخ سهل جدا وبسيط، ما تكلكعوش وما تكبروش الدنيا، وما تكبروش الدنيا معاكم، وايه وبالف هنا وشفا على قلبكم. هنسيبها لغايه لما تستوي، ولما تستوي هطلعها واوريكم شكلها لما استوت بقت عامله ايه، بقت عامله ازاي. وبس لو وصلتوا معايا لعند دلوقتي على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ايه، كل جديد. وبالف هنا، بالف هنا وشفا على قلبكم. وما تنسوش تصلوا على النبي. بصوا هي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، هي فرت معايا اهي بقى، هضغط عليها تمام. بصوا وعلى فكره انا ما حطيتش ملح لان الفرخه بتاعتي دي كبيره، يعني كبيره شويه في العمر، كبيره شويه في العمر، فالملح لو حطيتوا لها دلوقتي هيخليها تتاخر في السوى. اما لو الفراخ الشمورت بتاعتكم صغيره عادي حطوا لها ملح في الشوربه، اما لو كبيره في العمر شويه زي دي كده ما تحطولهاش ملح الا لما تقرب ايه، الا لما تقرب تستوي تمام كده. تمام نغطي بقى عليها ونسيبها بقى ايه تستوي على مهلها خالص مع نفسها كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. دي شكلها النهائي بعد ما اتحمرت. بصوا اللهم صل على النبي، بألف هنا وشوفها على قلبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ما تنسوش تصلوا على النبي.